السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبروك، عيد مبروك لكل الجزائريين وكل المسلمين في العالم. أستثني من ذلك أولئك الذين يريدون أن يحطموا هذه الأمة، أن يبثوا فيها فيروسات الخراب، فيروسات الطائفية والفرقة، هذه الفيروسات التي يبثونها سواء عن غباء وجهل أو عن عمالة يتقاضون عليها أموالا من الخارج. وهذه نقطة الخارج حديثنا اليوم. احنا للأسف الشديد الأزمة تاعنا لا نستفيد منها، يعني ماتوا 300 ألف قتيل، سقطوا وما استفدنا والو، وكأنه لم يحدث شيء. فهذا سيحدث أيضا إذا وفق هؤلاء في الوصول إلى مسعاهم، وانتم الذين ستجعلونهم يوفقون أو يفشلون. وهذا المخطط مبني على أساس أنه ما عندناش احنا الشيعة، ما عندناش عدد بسيط جدا من ربما من المتشيعين، ما عندناش مسيحيين، ما عندناش يهود. المسيحيين أغلبهم راح مع الاستعمار، الأغلبية الساحقة، اليهود نفس الشيء. أما لو واش كان قال هذو عرب وهو أمازيغ. والمشكلة العربي ما يقولكش أنا جدي عمر بن الخطاب، ولا أنا جدي أبو بكر الصديق، ولا أنا جدي علي بن أبي طالب، ولا جدي واحد من الذين يفخر بهم. والأمازيغي ما يقولوش أنا جدي يوغورتا، ولا جدي ماسينيسا، ولا جدي الكفار الناس، وهؤلاء الأبطال الذين حربوا الاستعمار الروماني، ولا يوبا الأول، جيبا الأول. لا، يقول لك أنا جدي كسيلة وجدتي الكاهنة. يعني هذه النعت العنصرية من الواضح أنه يراد للجزائر أن تقسم إلى عرقين، عرق عربي وعرق أمازيغي. وشفنا هذا الشيء يعني أصبح للأسف الشديد قاعدة لدى البعض. يعني الآن في كثير ناس خصوصا في الغرب الجزائري يقول لك احنا عرب وصلنا من بني هلال الغرب وبعض المناطق في الجنوب، ويقول لك احنا عرب واحنا يعني من بني هلال وبني سليم، ولا جدي ذياب بن غانم وفلان الفلاني وزير سالم وكليب وقطيط وذؤيب ونعيج. ونفس الشيء تلقى ناس يعني من خريجي الأكاديمي بربر، هذه الناس المتأثرين بالطروحات البربرية الفرنسية وليست الأمازيغية الحرة. أمازيغية يوسف بن تاشفين مثلا الذي ولد في موريتانيا وتوفي في المغرب، وهو رمز من رموز الأمازيغ المعتزين بإسلامهم. لا، هذو ما يتكلموش عليهم، هذو ناس يريدون أن يجعلوا من الأمازيغية مطية لإعادة استعمار الفرنسي للجزائر. وفي ناس أيضا يريدون أن يستخدموا العربية مطية باش يجيبون استعمار سعودي وخليجي. يعني الآن قطرائيل وآل سالول يولوا يحكموا فيكم. يعني هذه النظرية التي يعملون من أجلها، لأنه احنا ما عندكش شيعة وما عندكش يهود وما عندكش مسيحيين وما عندكش طوائف أخرى. ما لقاوش شكون لقاو؟ قال الإباضية. الإباضية يا سبحان الله قبل 20 سنة أنا كنت كي نشوف الإباضي نتفكر اللغة العربية. ما كانش إباضي ما يتكلمش اللغة العربية بطلاقة، يعني من أتكلم عن كبرائهم. يعني أنا رحت الغرداية قبل حوالي 15 سنة مع جمعية الجاحظية لصاحبها الطاروطار الله يرحمه على كل، والقيت قصيدة هناك، ربما قصائد يعني مش قصيدة وحدها، يعني في أمسية شعرية. وتحدثت مع الناس وزرت بني يزقن وطلعت العاطف ومناطق كثيرة من هذه الولاية، ورحنا حتى المنيعة أيضا. ووجدت يعني حجم الاهتمام باللغة العربية الموجود لدى هذه الطائفة الإباضية. الآن حبوا يردوها أمازيغية صرفة. مش معناها أمازيغية، معناها معادية للعرب والعروبة. وهذا مخطط خطير. وعندك في الطرف الآخر ناس للأسف الشديد راهم يعني يحاولوا أنه يجعلوا من البربر أو الأمازيغ هما اللي دخلاء على الجزائر، وهو السعود والموزة والبطاطا والخيرة هذو هم أصحاب البلاد، وماوش بالاسم الإسلام. لا هادو يقول لك أنا جيت مع بني هلال. شكون هادو بني هلال؟ بني هلال مجموعة من الجراد من قطاع الطرق جاو من الجزيرة العربية، هربوا من المجاعة، راحوا على مصر،
عندهم حتى الآن آثار في الصعيد في مصر. بعد ذلك دخلوا إلى تونس والجزائر واستوطنوا فيها، ومعروف منهم بنو هلال. يعني من تعصب لبني هلال أو من تعصب لكسيلة والكاهنة هو إنسان تعصب للجهل، تعصب للحماقة، تعصب للجاهلية. يعني هذا يكون عمر بن الخطاب موجود يقطع له راسه، يعني ما في حتى هذا. يعني للأسف الشديد ناس مدعومة من الخارج. لما هذاك تاع الياورت هذاك أحمد ويحيى تاع ملك إيران، أحمد ويحيى لما قال لك كاين فتنة خارجية، واش قال لك؟ قال لك كاين دعم المغرب. حنا كي نهضر المغرب حنا بنبني المغرب يتآمر على الجزائر، المغرب كحكومة، لأن الشعب المغربي شعب شقيق، ما هو الشعب صديق، شعب شقيق. المغرب والجزائر دولة واحدة، وإن شاء الله سيأتي اليوم ربما في حياتنا الذي يتحول كل هذا الصراع إلى ماضي، وأن تتوحد كل دول المغرب الإسلامي من شرق ليبيا إلى غرب موريتانيا إن شاء الله. الحكومة المغربية عندها مشاكل مع الجزائر، هي تتهم الجزائر بأنه يعني يحاول أن يستقل بمنطقة اللي هي منطقة الصحراء الغربية وينفصل بها عن المغرب ويتحالف معها، وبالتالي تعمل نفس الشيء، تحاول أنه تدعم الانفصاليين، تدعم فرحات مهنا، تدعم اللي معاه فرحات مهنا. ولكن السؤال المهم، لماذا ويحيى ما تكلمش عن الدول الأخرى التي تحاول أن تفعل نفس الشيء ولكن بطرق أكثر ابتكارا؟ الآن أنا في صفحتي على الفيسبوك تكلمت عن هذه المسألة، تكلمت عن عملاء قطر، عن عملاء السعودية، عن عملاء عمان، ولو أن عمان دورها يظل دائما ضعيفا. لماذا؟ لأنه سلطان قابوس يبكي مع الراعي ويأكل مع الذئب. يعني ما السياسة تاعو ليست واضحة، وإن كان قابوس أصلا لما بنى السياسة تاعو علاقاته مع الجزائر بناها علاقات بين عمان وبين الإباضية، وهذا شيء خطير لأنه تتعامل مع الدولة الجزائرية، مع الجمهورية الجزائرية، ولا تتعامل مع منطقة في غردايا أو في غير غردايا. والإباضيون الأحرار لا يعترفون بهذا القابوس هذا أصلا، لأنه القابوس هذا عميل إنجلترا، عميل بريطانيا، عميل إنجليزي جابوه للحكم. باباه كان في الحكم، نحته بريطانيا، حطته في منفى في بريطانيا ودارته في بلاشته. وكان الإمام في ذلك الوقت في عمان هو الإمام غالب الهنائي. غالب الهنائي الذي توفي بعد ذلك في السعودية. غالب الهنائي هو الإمام الحقيقي للإباضية، لمن لا يعلم ذلك، يعني لمن يؤمنون بالإباضية كفكر حقيقي. غالب الهنائي هو الإمام تاع الإباضية، وليس قابوس هذا العميل البريطاني اللي حتى بين قوسين يقال عنه كلام أخجل أن أقوله، لأن الفيديوهات تاعي يسمعوها الصغار والكبار والأطفال والنساء، فما نحبش نروح بعيد. يعني أيضا عندك آل سعود، عندك السعودية ظلت منذ استقلال الجزائر وهي تنفخ في هذا يعني في نار الطائفية، تحاول أن تقسم الجزائريين. كانوا الناس يروحوا للحج في وقت المدينة يقول لهم انتم شيوعيين ما عندكمش حج، معروف هذا المشكل. ويجي واحد يقول لك بالك فيصل عمل له ما فيصل لا عمل ولا يحزنون. فيصل تآمر على مصر، دعم إسرائيل في حرب 67 بالأسلحة وبالأموال، الأسلحة المشترية من أمريكا بالطبع، وقدم ما قدم. أمريكا كانت تدفع ما تدفع لإسرائيل، ولكن لما تجيها دولة تقول أنا ندفع ثمن السلاح ما ترفضش. يعني في ذلك الوقت فيصل بعد ذلك لما الجزائر خذت موقف مقاطعة الدول الأوروبية عدم بيع البترول لها، وهذا الموقف اتسع وتبنته دول كبرى حتى الشاه إيران ومشى معنا. السعودية ما لقيتش حل مشوا معنا، وعلاش؟ لأنهم يخافون على عروشهم، لأنه هذاك الوقت المد الناصري والمد القومي وبومدين وهذا كان صدام هذاك ونبدا إلى آخره كان يهددهم، وبعد ذلك تحالفوا مع صدام ضد إيران. ولما شافوا أن صدام يعني تخلص من تأثيرهم عليه، حاول أن يستقل بموقف العراق، عملوا له نفس الشيء، داروا عليه وكسروه. يعني القواعد الأمريكية وين كانت في إيران، كانت في دول الخليج. يعني فالآن إحنا لازم يدور لنا مشكلة، لأنه الجزائر بالنسبة لهم تظل شوكة في حلقهم.
شوكة في حلقهم لابد يكسروها. كيفاش يكسروها؟ شوف لنا كل خير يلقاو لنا حاجة. الآن التيار الوهابي السعودي يعمل ليل نهار على إذكاء هذه النار. الآن تقولوا لي الوهابية ما كانش وكاين هذه فرقة التوحيد هذو حنابلة فكرهم حنبلي، غيروا الإسلام الجزائري. ولما يقول لك ما كانش إسلام جزائري، كاين شكل في الإسلام الجزائري. احنا نقولش الإسلام كاين إسلام جزائري وإسلام سعودي وإسلام مصري، لا، كاين شكل من أشكال الإسلام يتجسد في المذاهب، يتجسد في طرق العيش. يعني في المذهب الشافعي مثلا تلقى المذهب الشافعي في الدول المعتدلة، المذهب الحنفي أيضا ولو أنه شوية متشدد شوية أكثر من الشافعي، ولكن أيضا في الدول اللي عندها مثلا نوع من التعايش، نوع من الحضارة، نوع من التسامح. أيضا المذهب المالكي اللي هو أقرب المذاهب الإسلام، لأنه نشأ في المدينة المنورة، وكان أول يعني المذاهب التي تأسست على كتابة الحديث، موطأ مالك. يعني هذا الثلاث مذاهب كان معروف أنها نشأت في مناطق تفكر بالعقل، تؤمن بالحضارة، تؤمن بالانفتاح. بعد ذلك لما جاء الإمام أحمد بن حنبل لأسباب معينة، أحمد بن حنبل كان لديه فكر ربما أكثر تشددا من المذاهب الأخرى، مبني على النص، يعني يغلب النقل على العقل. الإمام أحمد بن حنبل اجتهد فأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء أخرى، ولكن في النهاية كان رجلا مخلصا للإسلام. لكن كيفاش بعد ذلك الأمور انفلتت؟ ما فلتش ابن تيمية. قال لك ابن تيمية، لا، ابن تيمية مرحلة من مراحل المذهب السلفي الذي جعل المذهب السلفي فعلا مذهب يعني يخدم الاستعمار ويخدم يعني أفكار الاستعمار ونزعة الاستعمار لتفرقة المسلمين ولتكفير باقي الطوائف وللعمل على بث هذه الكراهية بالمسلمين. هم آل سعود. الآن محمد بن عبد الوهاب ساعدهم ما ساعدهمش، كان معاهم ما كانش معاهم، هذه مسألة أخرى. ولكن آل سعود هم الذين يعني أسسوا لهذا الفكر التكفيري. هم يعني كاين كتب كتبت عن غزوات الملك عبد العزيز ومن سبق الملك عبد العزيز في الدولة الأولى والدولة الثانية. كاين كتب لما تقرأوها أقسم بالله العظيم كأنها كتب يعني ألفها واحد من جماعة داعش، هذو الدولة الإسلامية في الشام والعراق. يعني تقرأ الكتب. أنا عندي بعض الكتب وسأضعها في صفحة الفيسبوك قريبا. تقرأ أشياء. وذهب الإمام شكون هو الملك عبد العزيز إلى مشركي القطيف، أو إلى مشركي الأحساء، أو إلى مشركي حايل، أو إلى مشركي عسير، أو إلى مشركي مكة. يعني تتكلم على المسلمين الذين كانوا يعيشون في أيام الدولة العثمانية، في أواخر العصر الدولة العثمانية، في نفس الفترة اللي الجزائر استعمرت فيها، كأنهم مشركون. ولا يقول لك مشركين، ماشي زي ما كأنهم يقول مشركين. هذا الناس كفروا كل الطوائف، ما خلاوا حتى واحد. يعني شوف، احنا ما ندخلش قضية الشيعة، وما احنا ما عندناش شيعة، عندنا أقلية جدا صغيرة. أولا احنا لا نقبل أن السعودية تأكل يعني بضروسنا احنا. يعني تروح تستفيد واحنا الشوك ناكلوه، تروح تحارب ايران ان استطاعت، لانها لن تستطيع، معروف علاش، باسكو الجيش السعودي صفقات فاسده هي التي تموله بالسلاح، صفقات فيها الرشوه وفيها الامير ياخذ نسبه من التسلح. الجيش السعودي هذا كلام فاضي كما يقال عندهم. يعني لو كان فيه خير لاستطاع ان يحارب صدام بدون ان ياتي بالامريكان في ذلك الوقت. يجيونا احنا نقول الشيعة وما الشيعة، احنا المهم احنا لا مع ايران ولا مع السعودية، هذا خلاف بيناتكم، حلوه بيناتكم. واي واحد يقف مع السعودية او يقف مع ايران في هذا الخلاف هو عميل، هذا من الاخير، لانه احنا ما عندنا حتى مصلحة في هذا الخلاف. أنا نديروا كيما المغرب، نبعثوا ولادنا يروحوا يموتوا باش يعني يضحوا على جل آل سعود. السعودي قاعد على رجل ويضرب في الشيشة ولا يضرب في الويسكي ولا قاعد مش يدير، وإحنا نبعثوا في ولادنا يروحوا يموتوا عليهم. المهم ما عندنا الشيعة، واش جابونا الإباضية. الآن مثلا احنا عندنا زوج نماذج. عندنا فخار، هذا كمال فخار اللي معروف علاقته بالماك
بالتنظيم الانفصالي هذا تاع منطقه القبائل، فرات مهنا المدعوم اسرائيليا والمدعوم فرنسيا والمدعوم مغربيا، ولكن المغرب يعني يجي بعد فرنسا وبعد اسرائيل. وعندك ناس مالكيه زعما يحرضون هذا السيد احمد سقلاب مثلا. هذا السقلاب هذا ليس سقله، يعني سقله ربما يعني تجعله يفيق من الوهم اللي راهو فيه. ما عمره ما تكلم على سعود، وعمره ما حارب الفكر الوهابي، لانه هو جزء من الفكر الوهابي. هو كان في السعوديه 4 سنين، شكون كانت تصرف عليه؟ كانت تصرف عليه واحد الاميره، لا اله الا الله محمد رسول الله، اميره اسمها الجوهره بنت فهد بن سعد بن السعود بن عبد العزيز. كانت تصرف عليه 4 سنين، 4 سنين وهي تصرف عليه قاعد في مكه زعما في الحرم. ما عندناش اصلا الشهاده اللي جابها وشنو هي، ماناش عارفين اصلا الى حافظ القران كامل ولا مش حافظه، وشنو العلوم اللي استفاد منها. طبعا هي علوم الوهابيه، علوم التكفير والتبديع، وهذا كافر وهذا مبتدع وهذا يشنق وهذا يحرق، العلم الداعشي. يعني هذا الانسان جاي يعني نايض وقاعد بتكفير الفرق الاخرى، يقول لك انا ما كفرتش. لا انا ما كفرتش، ما قلت والو. الذي يفهم ما تريد ان تقوله يفهم جيدا انك تعتبر هذه الفرقه فرقه دخيله عن الاسلام ودخيله عن الجزائر. الان هذه العبارات الفضفاضه وتغيير المواقف، البارح كنت تقول عليهم كلام وبعد ولي تقول عليهم كلام، هذا ما يمشي على حتى واحد. وفي ناس طلعت لك فيديوهات، كانت جابت ناس فيديوهات القديمه تاعك واش كنت تقول، والفيديوهات الجديده واش راك تقول دركا التقيه. يعني انت تقول الشيعة عندهم التقيه، ماشي غير الشيعة اللي عندهم التقيه، حتى انتم عندكم التقيه. يعني الكذب على الناس الان يعني انسان كما هذا غر بز، يعني لا علم له ولا حكمة له، هذا حيديروه زعيم لكم. وغدوه ان شاء الله ما يصير مشكل في الجزائر لا قدر الله، يولي يتفاوض بالاسم تاعكم، وهو يقول لك احنا عرب الجزائر، ولا كيما يقولوا عرب المالكيه، واسمه الاخر يقول لك لا هذو يقول لك احنا امازيغ الجزائر ولا اباضيه الجزائر. يعني ناس حابين يخربوها. هذا الاباضي الذي لا يعترف بانه جزائري قبل ان يكون يعني اباضيا، هذا ماهوش انسان اصلا يستحق ان يكون جزائري. وهذا المالكي اللي يعتبر ان كونه مالكي اهم من كونه جزائري ايضا لا يستحق ان يكون جزائري. وفي حالتين لا يستحقان ان يكونا مسلمين، لانه المذاهب هذه في النهايه تحت الاسلام ماشي فوق الاسلام. الاسلام هو الاول بعد تجي المذاهب تحت. الناس للاسف الشديد لا تدرك حجم الخلاف الذي تريد ان تزرعه بين الجزائريين عن عمد وعن جهل، كل واحد كيفاش. ناس الولاء تاعهم لدول في الخارج، واحد الولاء تاعو في قطر باسكو اخوانجي، واحد الولاء تاعو في فرنسا باسكو فرانكوفوني، واحد الولاء تاعو في بريطانيا باسكو انجلوفوني، واحد الولاء تاعو في الامريكان، واحد الولاء تاعو في عمان، واحد الولاء تاعو في السعوديه. والجزائر هذه انا سقلاب هذا حرق لا كارت ديونتيتي تاعو، بطاقه التعريف. هذه بطاقه التعريف. والكلام هذا يجي على هذوك اللي يقولوا العالم الجزائري ويقولوا النشيد الجزائري والى اخره. بطاقه التعريف هذه تاع واش؟ تاع البلد الذي اسسه الشهداء. يا طحان، الجزائر لولا الشهداء الذين ماتوا وسقطوا وأريق دمهم فروى هذه الأرض وأنبت منها دولة لما قامت لك دولة. وعلاش الدولة ما باك اللي درتو دولة؟ لو كان ماتوا الشهداء فرنسا مازالت الى الان. وما تحلمش تقول لك كانت فرنسا هنا تعطيني جنسيه ولا فيزا ولا والو ونروح نعيش في اوروبا، والو. تقعد انديجان، تقعد دوزيام كلاس، ما عندكش، ما كانش هذه تاع مواطن الى اخره. الان في الدول المارتينيك وكاليدونيا الجديده وهذه المناطق اللي تابعه لفرنسا وايضا المناطق اللي تابعه لبريطانيا، في هذه المناطق ما يعتبروهمش انهم مواطنين، يعتبروهم سوجي سبجكت، يعني راعيه، ما عندوش الحقوق تاع اللي ساكن في البلاد هذيك. هذه المشكله. انتم ما حبيتش تفهموا بلي فرنسا لو كان قاعده تستعمل نفس هذا الاسلوب معكم، لانه فرنسا لن تعطيكم حقكم كمواطنين. انتم حبيتوا ترجعوا فرنسا حتى لو كانكم تسبوا فيها. كاين واحد يسب السعوديه ويخدم في المصالح تاعو. علاش داعش ماشي يضلوا يسبوا في السعوديه؟ القاعده ماشي تضل تسب في السعوديه؟ يا اخي
ملي بدا بن لادن هما يسبوا في السعوديه، صعب يخدموا في المصالح السعوديه، نهار راحوا للعراق باش ينصروا المقاومه في العراق، حولوا المقاومه من مقاومه ضد الاحتلال الى مقاومه بين الشيعه والسنه. الان يعني الامريكاني والبريطاني والفرنسي وهذا الناس اللي يعني يشكلون يعني القطب الصليبي المحارب للدول الاسلاميه، واتحدث عن الحكومات مش الشعوب، لان الشعوب يختلف امرها تماما، احنا عشنا في الغرب على بالنا. يعني هذه الدول ماذا لها، يعني ماذا بها تحط الرجل على الرجل وتتفرجوا وخليكم انتم تتقاتلوا، ويطبق عليكم في ذلك ايتان في القران الكريم. الايه الاولى وشن هي؟ يخربون بيوتهم بايديهم وبايدي المؤمنين. والايه الاخرى وشن هي؟ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الحقيقة. أنتم ناس راكم رايحين للخراب، ناس ما عرفتوش قيمة المواطنة. لا كارديونتيتي اللي حركتها يا سيد أحمد سقلاب يا طحان، لا كارديونتيتي هذه نشأت من الدولة التي تركها لك الشهداء، تركها لك بن مهيدي، حسيبة، أبا رمضان، أميروش، بن بولعيد، مرددوش، كل هؤلاء الشهداء. أنت ما تعرفش قيمة الاستقلال. أنت بالنسبة لك يجوا يعمروا لك في ودك تخرج من فمك، ما بالك أصلا وش هي نتائج الإسلام تاعك، التحرير اللي تعمل فيه. وأيضا الطرف الإباضي نفس الشيء، الناس اللي يعتقدوا بأنهم يديروا في نفسية كانوا قاعدين معنا، تهضر معاه يقول لك أنا أجيب لك الناتو ونجيب لك الأمم المتحدة ونعمل، دز معاهم. الجزائر لكل الجزائريين، والجزائر اللي في 2015 ما زالت فيها هذا القبلية والعشائرية والمذهبية والطائفية، هذه ما هيش رايحة بعيد. احنا المفروض أن قضينا على الأمور هذه من مدة. لما كانت الخدمة الوطنية كانوا الجزائري تاع وهران يروح يلتقي مع الجزائري تاع النافا، والجزائري تاع تمراست، والجزائري تاع تيزي وزو، والجزائري تاع الجلفة، ويتلاقوا في الخدمة الوطنية وتعرفوا على بعضهم. وحنا بنينا تاريخ أن الجزائر وجدت منذ وحاربها الصليبيون لما كان رياس البحر اللي اسمهم هما القراصنة يغزون في البحر ويعيدون للأمة كرامتها، كانوا هم يحاربوا فينا، وكانت هذه هي يعني السبة الحقيقية اللي استعمرونا على الجبهة لكي يخمدوا نار الجزائر. لأنه الحليف تاعهم تاع الباي هذاك في تونس وهذاك الثاني السلطان تاع المغرب كانوا حلفاء. الجزائر كانت الدولة المتمردة الوحيدة، كانوا لابد يكسروها. جات فرنسا وقعدت 130 سنة، حتى اسبانيول قعدوا 5 قرون في اسمها في وهران، استعمرونا، حاولوا انه يحطونا تحت سيطرتهم. لما خرجناهم انتم حابين ترجعوهم، حابين تكسروا البلاد هذه. ما تستعرفوش اصلا انتم بالجزائر. بالنسبه لكم انتم مذهبكم هو الدولار، امامكم هو الدولار، ربكم هو الدولار، واذا استبدلتم به ربا جعلتم منه اليورو هذا هو ربكم، لا هو الله سبحانه وتعالى ولا كتابكم هو القرآن. أنتم لا تؤمنون إلا بمصالحكم. الآن أنتم شفنا الناتو، شفنا لما العلماء اللي كانوا يقولوا أمريكا كافرة والشيطان الأكبر وأمريكا وما أمريكا، لما بدا الربيع العربي جبتوا الامريكان وجبتوا الناتو باش يعاونكم تاخذوا الحكم. هذه هي حقيقتكم. انتم لا تريدون مصلحه هذا الشعب، عايشين في الخارج، عايشين في الداخل. وانا نرجع لنفسي، كاين ناس يقول لك انت وعلاش وانت. اولا انا عشت في الجزائر كصحفي من 1993، كان عمري 18 سنه لما بديت في الصحافه، كنت نشتغل في صحف وعندي بطاقات صحفيه، حتى 2001 في عمري 26 سنه وانا اكتب في هذه الصحف واناضل من اجل التغيير في الجزائر. حاولت ان افعل كل ما استطعت ولكنني عجزت، لأنه للأسف الشديد وجدت نفسي وحدي. عندنا ناس من الصحفيين لا يهمهم إلا مصلحتهم، ناس من السياسيين لا يهمهم إلا مصلحتهم. بعد ذلك خرجت من الجزائر وقعدت في بريطانيا صح، ولكن
اولا ما راحش ندرس على نفقه واسمها هذه الجوهره بنت سعد بن سعيد بن سعود بن قدور، الجوهره بنت سعد بن سعود بن عبد العزيز. لا، انا رحت على نفقه الدوله الجزائريه، ورحت ذراع باش نقول لكم من الاخير. انا لما عملت كتابين، الكتاب الاول اللي هو الجزائر من فوق البركان الذي تحدث عن الازمه الجزائريه وشرحها وقدم تفاصيل لم تقدم من قبل عن حقيقه ما كان يحدث في الجزائر، وتعرضت للتهديد وللسجن بعد ذلك. بسبب ذلك سجنت يعني ساعات بسيطه في محافظه الشرطه، ولكن حكم علي حكما غير نافذ لاني ضربت كوميسار يا سي محمد. وعلاش ضربت كوميسار؟ لانه بعثوه جماعه المخابرات، بعثوا اسماعيل العماري الله لا يردوا، اهلكه الله واحرقه في جهنم، بعثوا فرددت عليه، جاي يضربني ضربته بكفه سي محمد. ولكن الرجل كيفاش؟ انا الشرطه بالنسبه لي اخواننا الجنود الجزائريين اخواننا يحاربون من اجلنا، ان شاء الله يحاربون العدو الخارجي. هذه قضيه الصراع الداخلي، هذا المفروض ان ننتهي منه. ولكن لما يجي واحد حقار يحقرني ما نقبلش، جاي يضربني ضربته وحكموا علي شهرين بعوقف التنفيذ وغرامه الى اخره، وقلبتها عليهم. وفي النهايه جاوا هما عرضوا علي ان ادرس في الخارج، رحت واختينا وذهبت. انا غالب واش نقعد ندير في الجزائر؟ ما عندي لا يعني منبر اعلامي قار استطيع ان اكتب فيه، نكتب مده في جريده ومن بعد يجوا عليهم يقول لهم هذا لازم ما يكملش معاكم ونروح نشوطي في جهه اخرى. خرجت. لما جيت بريطانيا يا حبيبي قعدت في بريطانيا، كنت انتقد الحكومه البريطانيه دائما، وكنت دائما اعلن الحرب على الاحتلال البريطاني في افغانستان والعراق بقلمي، وكنت دائما اتصدى لهم في كل المنابر. عمري في حياتي ما تركت منبر الا وتحدثوا عن اجرام حكومه توني بلير واجرام هذا شو اسمه ديفيد كاميرون الذي جرائمه في ليبيا والى اخره. عمري في حياتي بس سكت على ذلك لانني اعتبر نفسي احمل امانه سواء كنت في الجزائر ولا في بريطانيا. والشعب شو اسمه البريطاني انا ما عندي حتى مشكل معه. الشعب البريطاني لما خرجوا ضد الاحتلال العراقي اثنين في لندن، خرجوا ضد الاحتلال تاع توني بلير للعراق، انت يا سقلاب كنت لابس في داركم، والمظاهرات كانت ممنوعه في الجزائر. الشعب البريطاني شعب عظيم استطاع ان ينتزع حقوقه بيده، اسقط الملكيه تاع بريطانيا، قتل ملك لانه كان ظالم، وجاب عائله واحده اخرى حكمته. كان لك شهر الاول وشهر الثاني نحاوه جبدوا يوسف نحاو جد باباه، وجابوا عائله من المانيا حكمتهم. العائله هذه اللي تنتمي هذه اليها ملكه بريطانيا الحاليه اليزابيث. هذو الناس يدافعوا على حقوقهم. الى ما قريتش تعرف غير واسمه وقال ابن باز وقال ابن عثيمين، روح اقرا حاجه اسمها الماغنا كارتا. اقرا الماغنا كارتا. وش معناها الماغنا كارتا؟ هي الوثيقه التي حررها الشعب البريطاني لانتزاع حقوقه انتزاعا من الملكيه شو اسمه الاقطاعيه وحولها الى ملكيه دستوريه. هذه هي الشعوب اللي تاخذ حقوقها كما وصفها احد الصحابه لا اذكره هل هو عمرو بن العاص ولا ابو سفيان، قال امنعهم من ظلم حكامهم. يا حبيبي انتم قاعدين، انتم النظام خليه تتاكلوا النظام مادام ما راكمش تقيسوا فيه، ما راكمش تهدوا فيه. تحبوا تهدوا في الوحده الوطنيه، هدوا في الوحده الوطنيه. تحبوا تكسروا الوحده الوطنيه، كسروا في الوحده الوطنيه. انت يا سقلاب انت بالنسبه للنظام الجزائري يعني هديه سقطت عليه من السماء، وفخار كيف هديه سقطت على النظام من السماء. قاتلوا بياتكم، كسروا جد البلاد، اهلكوا جد البلاد، حرقوا جد البلاد، وخلوا النظام عايش. والنظام من بعد يستعملكم انتم مبرر للبقاء. نهار تبداو تحركوا وتبداو ديروا في مشاكل يحكمكم ويحطكم في العبس. فخار ما يقولوش حل، باسكو فخار خلاص كما قال باكورتو يعني بالنسبه ليه لا مصالحه مع النظام. انت زوج كفوف ولا زوج سقالي ولا بالك حتى يجيك ما يعطوكش دراهم ولا تولي تروندي تقول ما كان والو، وغدوه من غدوه بالك كي يعطوا لك منصب تاخذ هذاك المنصب ما حتى مشكل بالنسبه ليك. المهم انتم ادوات تستخدم لاطاله عمر الازمه وابقاء النظام. لا يهمه. اسمع يا سي محمد اللي ما على بالكش، هذا السلال الوزير الاول تاعك هو ونسيبه عبد الحميد بن داود هما الان يستثمرون في قضيه الصحراء من زمان. ملي كان سلال في تمن راست وكان في اضرار وكان في المناطق هذه، وهو راح بعيد في قضيه يعني محاوله استثمار في الخلافات هذه في منطقه الصحراء عموما، في الصحراء الكبرى ماشي غير في غردايه. والان يريد لهذه المشاكل ان تطول، ويريد لمشاكل جديده ان تكون باش يساوم بها، لانه يعتقد عنده لوبي واسع في مناطق الصحراء في كثير من ولايات الصحراء يقدر يستخدمه من بعد كي يطالب بالحكم. كي يروح بوتفليقه يقول لك انا نحكم، انا عندي جماعتي في الصحراء ومعايا.
هذه الحقيقة اللي لكم يعني تتجاهلونها. هذا المشروع تاع سلام وبن داود مشروع حكم الجزائر باسم الصحراء الجزائرية. الصحراء هذه لو كان ما عندهاش قيمة فرنسا ما تقعدش تفاوض فيها باش تخليها، ماشي قضية بترول وانتم عندكم غير قضية بترول وانتهى الأمر. هذه الغباء، انتم لا ترون إلا أصابع أرجلكم، ما تشوفوش بعيد. انتم العراق راه يتكسر باسم الطائفية، فرنسا تكسر، ليبيا تكسرت وانتم حبيتوا تكسروا الجزائر وماشي تسقطوا النظام. لو كان زعما عندكم مثلا مشروع لإسقاط النظام سلميا بطريقة فعالة وسريعة ومن بعد نتحركوا الى المستقبل ونبنوا الجزائر، قال معليش انتم راكم حابين تخسروا الجزائر، تكسروا الجزائر، تخربوا الجزائر، تقديروا على الجزائر وتخلوا النظام، ومن بعد النظام يعطيكم رشاوي كما عطى الاحزاب الاخرى، يدير لكم احزاب تحالف وتعالف وتاكلوا مع النظام وتقعدوا مع النظام، ومن بعد يستخدمكم النظام حتى باش تكفروا الناس وباش تقولوا بلي الشرعيه هي بوتفليقه ولا غير بوتفليقه. انتم مع الواقف، انتم مع من يدفع لكم، وليست لديكم وطنيه. ولو كان علينا بوينت ولا عمر بن الخطاب موجودين الان كان كلاكم الحديد، ولكن انتم محظوظين، العالم ممتلأ بالخونة الذين يشبهونكم. والسلام على كل الذين يريدون لبلادنا وللبلاد الإسلامية ولكل العالم الخير والهناء والسلام، ولا يقبلون بهذه التقسيمة الطائفية والمذهبية التي تقضي على أمتنا ولن ترفعها ولن تخطو بها إلى الأمام أبدا. وأنا آسف أنني أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.